السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. النهاردة محمود معانا فيديو جميل جدا من الفيديوهات اللي الواحد بيحب يتكلم عنها النهاردة. طب ايه رأيك في ملك المغرب يا حود؟ على فكرة ده ليه كان ملك المغرب. أنا هبقى أحكي لك على شوية حاجات. بصي هو بيمثل لهم، تحس ان هو اب الأب الروحي. الاب اللي هو المغرب ده ليك عبارة عن بيت، وهو الاب المسؤول عن عن الوطن. عن البيت ده أكيد. في كل حاجة. فهو بالنسبة لهم فهو بالنسبة لهم يعني حاجة كبيرة جدا. ده غير ان انا اسمع عنه ده ليك كلام في الخير كتير دايما. أيوة. وهو يعني ملك، عارف ده اللي هو اللي في تقاليد جواه كده، ده وعادات ان هو في ملوك دايما واخدهم العظمه والكبرياء وكده، هم بيحسوا ان هو منهم حد من الشعب. فدي حاجه فيه بتميزه عن كل الملوك فعلا وعن كل رؤساء الدول. على فكرة الفيديو بتاع النهاردة برضو بيتكلم من حيث الكلام ده يا محمود عن التواضع وكده، ومن باب التواضع ان افتكر موقف للملك محمد السادس من الفنانين المصريين، ان هو لما نزل مرة في مصر كان نازل في تقريبا في شرم الشيخ او حاجه زي كده، كان نازل في مؤتمر، لقوه ماشي يا محمود كده ايه لابس شورت وبتاع وماشي في البلد ولا وراه حراسه ولا مش عارف ايه، وكميه بيقول لك كميه تواضع ما شفناهاش عند مخلوق. طبعا في فيديو النهارده هنشوف يا محمود طبعا سوري بيتكلم عن الملك محمد السادس، طبعا ان هو عمل موقف انساني مع سوريا. تيجي نشوف مع بعض الفيديو. يلا بينا يا جماعه نشاهد الفيديو، بس رجاء من حضراتكم الدعم باللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا. ملك المغرب محمد السادس شاهد انحناء الهيبة والتواضع أمام لاجئة سورية في مخيم الزعتري في الأردن مع طفلها. ملك ينحني؟ نعم، على خلاف ما روجته وسائل الإعلام أن شعبه يقبل يده ويد ابنه ويد عائلته والشعب ينحني له. هذا كلام عار عن الصحة. ما يدور بين المغرب والشعب المغربي ومليكهم أو ملكهم هذا خاص بينهم وبينه، حب ليسوا مجبرين على ذلك. انظروا إلى الملك المغربي الذي لم ينحني لأحد على سطح الأرض أو المعمورة، وينحني الآن انحناء العزة وانحناء التواضع والكبرياء، انحناء السمو أمام لاجئة سورية فقيرة في مخيمات الأردن في مخيم الزعتري. شوف طفلها، انظروا إلى طفلها كيف فرحان بوجود الملك المغربي، وهي كيف جالسة والملك ينحني في مشهد لن يتكرر، في مشهد لن يغيب عن ذاكرتنا نحن السوريين الذين استقبلت المغرب لاجئين. نعم، من طنجة للكويرة يتمتع السوري في المغرب بكافة الحقوق والحريات، واستقبله الشعب المغربي والحكومة المغربية والملك المغربي المعروف بعدله حتى مع اليهود. الدولة الوحيدة التي لم تظلم اليهود عيال سارة هي المغرب، هجروا من كل مكان إلا من المغرب. عدالة ملوك المغرب صراحة أعجبتني جدا. ملك ينحني أمام لاجئة سورية؟ نعم، إنه الملك المغربي، هذا هو أمامكم، انظروا. ملك عظيم رائع إنساني، على خلاف ما تروجه بعض وسائل الإعلام ويعلقون عبر الميديا أنه الملك المغربي. شاهدوا يا سادة، يتكلم مع لاجئة سورية ومع طفلها ويسألهم عن ماذا يحتاجون وماذا يريدون وكيف هي أحوالهم، وزار مخيم الزعتري في الأردن منذ زمن، نعم ليس ببعيد. ولفتت نظري هذه الصورة، الهيبة، العزة، الشموخ للملك المغربي. على فكرة ترى المغرب هي أول من اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا المغرب تعترف. المغرب بلد عظيم، لا شرقي ولا غربي، أنا أحبه جدا صراحة، من طنجة للكويرة. شعب زوين، شعب طيب منفتح جميل رائع. شاهدوا صورة الملك المغربي، لفتت نظري صراحة، لن ننساها نحن السوريون. جلالة الملك محمد السادس صراحة لم يفعلها حتى رئيس بلادنا يا جلالة الملك.
أوصل رسالتي للشعب المغربي من طنجة للكويرة: نحن كسوريين نحبكم جدا ونحب ملككم، ونشكركم على استقبال لاجئين في فاس ومكناس ومراكش وشفشاون وفي العيون وفي كل مكان من طنجة للكويرة. ملك عظيم، شعب عظيم. نعم، كل الحب للمغاربة من طنجة للكويرة. هذا المشهد صراحة لم يفعله أحد. لم أرى زعيم أو ملك أو رئيس. هذا الملك على فكرة، هذا العظيم، لم ينحني لأحد تحت هذه السماء أبدا. على فوق الأرض لم ينحني لأحد، ولكن هنا نرى أنه ينحني للاجئة مسكينة فقيرة مهجرة لا تملك حتى كسرة الخبز، ينحني لها وتركها، قالها اجلسي خلك جالسة، وهو انحنى ويتكلم معها في مشهد يدحض وينفي كل الأكاذيب التي توجهونها تجاه المغرب وملك المغرب. ما أعظمك، إنسان رائع. نعم، هذه الإنسانية. أما ما يحدث عندما أحد يقبل يد الملك هو حبهم له فقط. للأمانة المغاربة غير مجبرين على ذلك، ولكن يحبون ملكهم، إنه الملك المغربي محمد السادس. هذه الصورة وهذا المشهد لن ينساه التاريخ ولن ننساه نحن كسوريين. في عادة عجيبة غريبة صراحة توني أنتبه لها، حبيت أشارككم معي، اللي هي القفة. في المغرب يسمونها القفة. يكون الرجال رايح يشتري اللي هي التموين أو الكروة أو الروشن أو مشتريات البيت المهمة اللي تكفي حق شهر، أسبوعين، 3، يعني في ناس على حسب قدراتهم. إذا شرى الرجال، شوفوا هذا الرجل إذا شرى يحاول انه يغطي الكيس او الكياس هذه بعباته، بالجلباب اللي هو لابسه. ليش؟ عشان لا قدر الله ممكن يكون جاره مستحي انه يشوفه ويكون جاره محتاج، او واحد من الناس اللي هو مار في الطريق مسكين وفقير وما عنده القدرة انه يشتري مثله، فما يبي يكسر في خواطر هذول الناس فيقوم يغطيها. طبعا هو فيديو بس انا اخذت لكم صورة. ايش رايكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبتي. والله حاجات كتير جدا عجبتني في المغرب، ولكن أكتر حاجة وأول حاجة استحضرتها لما قرأت سؤالك هي طيبة الناس. بجد والله الشعب المغربي شعب طيب وراقي، وصراحة خليني أقول برضو إنه من رحمة رب العالمين عليا إنه بيوقف لي يعني إحساسي ويعني رأيي إنه بيوقف لي أرقى وأشرف وأحلى المغاربة في طريقي. فالحمد لله رب العالمين، دي أكبر نعمة مع الناس المحترمة، مع الناس الطيبة اللي أنت فعلا تحس إن هم بيحبوكي، يرتاح قلبك. يعني أنا أروح عرس في الجزائر ألاقي ده محطوط بيقول لي لحم بالبرقوق. فين اللحم؟ ما شفتوش. واذا حطيتي حته لحم في وسط ده، مش ده اللحم بالبرقوق. اللحم بالبرقوق له طريقه تانية خالص. بيتعسل لوحده واللحم بيطيب لوحده مع المرقه بتاعه، قصه. فلذلك لما تشوف العك ده اسمه عك، ده اسمه كور وقت العور. عمر ما كان ده اللحم بالبرقوق في المغرب. ولذلك المغاربه بيزعلوا ليه. ومن امتى عندكم لحم بالبرقوق في الاعراس؟ من امتى؟ انتوا ياك بتطيبوا اللي بتسموه دجاج بالزيتون، شفناه حته دجاجه مسلوقه لونها ابيض. المغرب ما بيعملش كده. والعك ده مش لحم بالبرقوق، ده لحم بالبرقوق له طريقه، له منهج، له قصه. وما بيتحطش الميه دي كلها. ايه ده؟ بيسين؟ ده بيسين بالبرقوق، ده مش ده مسبح. ده عمر ما بيحطوا الميه بالطريقه دي، ولا عك. ومحدش هو انتوا لاقيين اللحم، انتوا لاقيين البرقوق، انتوا لاقيين الحاجات دي، وافتح وحطوا. وديال الاعراس من امتى؟ اعراس الجزائر كان فيها لحم بالبرقوق. هات لي عرس فيه لحم بالبرقوق عمره. انما التقليد، خدوا العماريه، خدوا الدقه المراكشيه، خدوا عساوه، خدوا كل حاجه، النجافات، خدوا القفاطن، خدوا كل حاجه. اعيش حياتك. فاكيد اللحم بالبرقوق واكل الاعراس والدجاج محمر، لكن ما يعرفوش يعملوه. يعني ده عمره ما يتسمى اكل اعرس. ده سميه تراب الغفير، ده اسمه صدقه على ارواح الموتى. ايه ده؟ كلام فاضي. طبعا ده كلام فاضي.
كلام فاضي وشيء عبثي ومطبخ روينا كحله، رونوا اللحم بالبرقوق هيكرهونا فيه، وانا كنت بحبه على راي واحد صاحبي. قلت لي ليه؟ ده انا كنت بحبه. شيء بشع للغايه، لا تخرج قبل ان تقول اسفخس على دي السرقه. دي الحكايه. شكرا. ايه رايك في الكلام الجميل ده يا محمود؟ زي ما انت كلام- قلت برضه. شوفي انا تواضع. كلام جميل جدا يا أداليكا. وبعدين برضو خلي بالك ان هو التواضع هنا يا أداليكا والقيم هنا دايما هي دي دايما شيم الكبار، اكيد. شيم الرجال اللي بتبان في معادنها في المواقف اللي زي دي بجد. اكيد. هنا يعني مش هقولك ان هو نسي بقى ان هو ملك وان لا هو هي ده عاداته ودي طريقته مكانته وكل حاجه محفوظه. بالعكس هو هنا يا أداليكا زاد غلاوه وزاد قيمه وزاد بريق. اكيد من المواقف اللي هو عمله كمان، زي ما احنا سمعنا اخونا السوري على اللي حصل، وكمان بيتكلم عن السوريين بقى اللي موجودين فين في المغرب، في جميع المدن المغربيه ومعاملتهم في المغرب. هم عايشين ايه؟ عيشه ادميه وعيشه محترمه، والناس بتعاملهم معامله كويسه، والمغرب شعب ايه؟ مضياف وشعب كويس، زي ما انت سمعت كده في حاجه زي كده. ده ليك اصلا يعني مش هقول لك الشعب السوري بس مثلا مش هينسى موقف زي ده، لا كل الشعوب مش هتنسى موقف زي جميل زي ده، لان ده موقف انساني دليكا طبعا زي ما انت الاول يعني. اكيد، لان احنا فاهمين، احنا عارفين طبعا الرئيس او ملك دوله او رئيس دوله يعني حاجه كبيره، يعني ما ينفعش ان هو يروح مثلا لحد ومش عارف ايه، له هيبه كده وانحني وهي قاعده انت فاهمه وسلم وانزل لها انت فاهمه والكلام ده كله. لا رئيس او ملك حاجه كبيره، حاجه كبيره يا جماعه. فهو هنا اللي عمله ده، لا ده اللي عمله ده زادوا وقار طبعا وهيبه وقار، وزادوا غلاوه وزادوا جمال. أكيد. هي دي الروح، هي دي شيم الملوك اللي بجد الملوك اللي بجد، اللي هنا اتعامل بقى ايه؟ بالانسانيه. ده ليه اللي جواه يعني اتعامل بالانسانيه وبالطيبه وجمال ما بعده جمال. ده يعني يتوصف في صوره او مشهد زي اللي احنا شفناه ده، بالعكس مؤثر جدا والله. ده ليك وريت كل الرؤساء والشعوب، كل الناس تتعلم، حتى الناس البسيطه، الناس اللي هم ماسكين الدنيا باللي فيه. ايوه الناس معاها فلوس شويه او مش عارف ايه، يحس انهم تناكه ومش عارف ايه من تواضع لله رفعه. لا ده الملك اهو، صح، انت فاهمه؟ نموذج مشرف جدا للعالم كله، العالم كله، مش هقول لك الوطن العربي بس، العالم كله. اكيد. طبعا وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ويا رب لو الفيديو عجبكم تدعموا القناه بلايك وباشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.